لك كل الاحترام والتقدير. شكرا. مقومات هذه الدولة هي القيادة الهاشمية. صحيح. قبل هذه الموازنة فقط لتغيير التاريخ، مضمون هذه الموازنات التاريخ 21 22 23 24 وكذلك. هذا الوطن لديه الجبال ولديه السهول ولديه الأنهر ولديه الصحراء والأرض الحمراء ولديه الفوسفات والبوتاس والإسمنت والزجاج ورمل من ذهب، ولكن لا يوجد إدارة في حكوماتنا المتعاقبة على استثمار ما ذكرته. معالي وزير المالية له كل الشكر والتقدير. تفضل أبو فراس. معالي وزير المالية له كل الشكر والتقدير، مثل ما قال المثل عند الختيارية، اللي بالقدر تطلع المغرافة. اللي عنده حكى، لأنه عارف هو، أعتقد والعلم عند الله والله أعلم، لن يستمر في هذه السنة في الحكومة الحالية أو القادمة، الله أعلم. خذ مثالا على ذلك. في أوائل أبو فراس، في أوائل هاي ما بسمح لك فيها تحكي على الوزير مقدر ومحترم. أنا بقول مقدر. الله يعينه على اللي هو فيه. أنا قلت اللي بالقدر الله يعينه يعني. أنا بشكر فيه. جهوده مشكورة. نعم 11 بالليل بضل بالمكتب. مشكورة بالعجز والمديونية ولعنة الوالدين مشكورة. لا مش بالعجز. في أوائل عام 2017 سيدي صاحب الجلالة أصدر إرادة ملكية بتسوية القضاة مثل النواب والأعيان والوزراء، ورفض التأمين الصحي لهم في عام 2001 رغم أن الحكومة أوصت بتأمينهم. العدالة في السماء والميزان في الأرض. القضاة هم ميزان الوطن وهم عدالة الوطن، لا يريد أكثر من تأمين صحي مثل أي مواطن يعمل في دائرة بالدرجة الأولى، نعطيهم تأمينهم الصحي. المؤسسات المستقلة حملت الخزينة على مدار 20 عام 25 مليار. لماذا هذه المؤسسات؟ ومن هو الذي صنعها وأسسها بقوانين مؤقتة لكي يكون هناك العجز متواصل؟ وسأقول كلمتي الحقيقية في الموازنة، وإذا الحكومة لا تلتزم بالتأمين الصحي للقضاة إنني أرفض هذه الموازنة منذ هذه اللحظة. شكرا سيد الرئيس. اللي تحدث فيه بتخص الوزير يشطب من المحضر.